في الفيديو اللي فات بدأنا سلسلة الأخطاء اللي بيقع فيها المبرمجين اللي بتضيع وقتهم وبتخليهم مش عارفين يحصلوا أكبر قدر من المعرفة ويبدأوا طريق الاحتراف في أقرب وقت. الفيديو ده تكملة للأخطاء دي. أول خطأ هنتكلم عليه في الفيديو ده وهو مرتبط دايما بالمبرمجين اللي لسه بيبدأوا في بداية حياتهم هو الاستعجال في بداية تعلم التكنولوجيز. بيجي ديفلوبر مثلا عنده فكرة جديدة أو يعرف حد عنده فكرة وعايزين يتعلموا سوا ويطبقوا الفكرة دي في موبايل ابليكيشنز، دي أكتر حاجة الناس بتدور عليها دلوقتي، أو ويب سايت أو وات ايفر. فبيجي الديفلوبر الجديد بيعمل إيه؟ بيدور ازاي يتعلم التكنولوجي دي وازاي يبني الابليكيشن ده. طب فين اساسيات البرمجه؟ فين الكونسبت اللي لازم تتعلمها علشان تعرف اصلا يعني ايه برمجه قبل ما تبتدي تتعلم التكنولوجيز؟ مفيش. وده بيحصل دايما ان في الاخر ما بيعرفش يعمل حاجه ويبتدي يلاقي وقته ضاع، مجهوده راح على الفاضي وما وصلش لحاجه. فخلي بالك من النقطه دي، ما تستعجلش انك تروح تتعلم تكنولوجي بسرعه، ولكن اتعلم الاساسيات اللي لازم تكون عند اي ديفلوبر. طبعا اساسيات البرمجه نفسها، ايه الداتا ستراكشرز والالجوريزمز، البيزكس دي مهمه قوي علشان تعرف تتعامل مع البرمجه او مع لغه البرمجه اللي انت هتستخدمها. ما ينفعش تروح تحاول تطبق تكنولوجي في الاول. النقطه اللي بعد كده هي عكس النقطه اللي فاتت. في ناس من كتر خوفهم انهم ما يبقوش فاهمين البيزكس وما يبقوش فاهمين الاساسيات والداتا ستراكشرز والالجوريزمز، بيبتدوا يضيعوا وقتهم في انهم يتعلموا الاساسيات دي بشكل متعمق جدا. الناس بتبتدي تقعد قدام ويب سايتس زي هاكر رانك او ليد كود ويبتدوا يخشوا في تفاصيل الالجوريزمز. ده مش وحش، بس في نفس الوقت حاول انك انت تعرف انت محتاج تتعلم ايه ومحتاج تضيع وقتك في ايه. مهم انك انت تكمل دايما تعلم او تكون دايما مهتم بالالجوريزمز والداتا ستراكشرز والبروبلم سولفينج، ولكن ما تاخدش كل وقتك. خد المهم منها ودايما يبقى عندك وقت اضافي تطبق ده طول ما انت بتذاكر. فبعد ما تكون ملم كفاية بالاساسيات والداتا ستراكشرز والالجوريزمز المهمة، مهم جدا تبتدي برضو تتعلم تكنولوجي عشان تقدر تطبق ده بشكل عملي. ما يبقاش بس تركيزك على البروبلم سولفينج والالجوريزمز اللي مش هتقابلها كتير في حياتك وانت ديفلوبر. ثالث غلطة هتكلم عنها النهاردة مرتبطة بالطريقة اللي بتتعلم بيها. الكورسز والفيديوز السريعة والتوتوريالز السريعة حلوة، بتخليك تبدأ تتعلم بسرعة، ومهم جدا ان انت تبتدي تعتمد عليها وتدور على كورسز خفيفة علشان خاطر تعلمك الاساسيات بسرعة وتدخلك في التكنولوجيز او تدخلك في البرمجة بشكل سهل. ولكن الكورسز دايما اللي هي سريعة وخفيفة بالمعنى ده بتفتقد الى العمق والتفاصيل اللي محتاج تعرفها. لازم تنوع ما بين الماتيريالز السهلة والخفيفة اللي زي اليوتيوب او الكورسز القصيره السريعه، والماتيريالز المتعمقه زي الكتب والاوفيشال دوكيومنتيشنز اللي على الويب سايتس. حاول تبص على الدوكيومنتيشنز دي وعلى الكتب دي وتركز فيها، لان الكتب بتكون مكتوبه بطريقه فيها عمق اكتر، واللي بيكتب الكتاب بيكون مركز اكتر انك تفهم انت بتتعامل مع ايه، غير الكورسز علشان خاطر بتكون خفيفه وسريعه، واليوتيوب فيديوز بتكون مركزة انها تحطك في اول الطريق بسرعة من غير ما تزهق. رابع غلطة هتكلم عليها النهاردة هي الاعتماد الاساسي على النظري ومتابعة الكورسز او القراية من غير تطبيق عملي، من غير ما يكون عندك مشروع على جنب بتطبق فيه معرفتك. انت مش بتتعلم. النظري سهل او متابعة التوتوريالز حاجة بسيطة وسهلة، تقدر تتابع وتطبق اللي هو بيقوله لك وهتحس انك انت فاهم، ولكن من غير ما تعمل مشروع حقيقي وتشوف المشاكل الحقيقية وتبتدي تحلها بنفسك، انت بتكون مش بتحقق تقدم حقيقي. التقدم اللي انت بتحققه من خلال متابعة او دراسة الكورسز هو تقدم مهم وتفاصيل مهمة تتعلمها، ولكن التطور الحقيقي للديفلوبر بيجي من الشغل. وطالما انت مش شغال دلوقتي او لسه ما لقيتش الفرصة المناسبة، حاول يكون عندك مشروع جانبي بتطبق فيه وبتحل مشاكله ويكون مشروع ليه فكرة حقيقية. اخر نقطة هتكلم عنها النهاردة وهي برضو مرتبطة بالناس اللي لسه في بداية حياتهم في تعلم البرمجة
ولكن شايفين ناس كتير سبقتهم وناس كتير تعرف اكتر منهم بكتير، وبيحسوا بالمقارنة، بيقارنوا نفسهم باللي اتعلموا او اللي بقالهم سنين في المجال، وبيحسوا باحباط. ما تقارنش نفسك بحد بدأ الرحلة قبلك بسنين، ولكن قارن نفسك بنفسك قبل كده، وحاول تستمر وما تزهقش، وهتلاقي نفسك مع الوقت بتتعلم وبتتطور. البرمجة رحلة طويلة ولكن محتاجة استمرارية ومحتاجة تركيز. دايما يكون عندك هدف توصل له، وكل يوم على الأقل كل يوم تقضي وقت في إنك تتعلم حاجة جديدة، وتكون بتكمل للمعلومات اللي عندك وبتضيف ليها، وعندك مشروع جانبي بتطبق عليه. النهاردة غطينا 5 أخطاء تانيين بيقع فيهم المبرمج في بداية حياته. أشكرك إنك كملت الفيديو للآخر. ما تنساش تشترك في القناة وتتابعني علشان مجموعة فيديوهات تانية جاية مرتبطة برضو بالأخطاء اللي بيقع فيها المبرمجين في بداية حياته، وبالذات نقطة ما غطيناهاش ولا في الفيديو ده ولا في الفيديو اللي فات، وهي إزاي المبرمج اليومين دول هيعتمد على ال AI بطريقة صح، من غير ما يكون اعتماديا كاملا على ال AI، من غير ما يكون هو فاهم بيعمل ايه، وفي نفس الوقت ما يتجنبش ال AI بشكل كامل ويضيع على نفسه فرصة. الناس كلها دلوقتي بتستخدم ال AI. اشترك في القناة وخليك متابعني. هجيب فيديو عن ال AI بيتكلم بتفاصيل كتير ازاي الديفلوبر يستخدم ال AI بشكل مناسب يخليه هو نفسه يتعلم ويتطور اكتر في البرمجة، وفي نفس الوقت يكون متابع ازاي الناس بتستخدم ال AI دلوقتي. شكرا جدا، سلام عليكم.